احنا الآن رافعين قضايا على الحكومة الفلسطينية بالقضايا المالية، وبالتالي موضوع العدالة في الموضوع مش واحد. الحكومة ملزمة بدفع الاستحقاقات العامة، وبالتالي ليس مجال لا للمساومة ولا للتصعيد ولا الكلام. بعثنا لهم ما ردوش، اتفقنا معهم ووعدونا وما ردوش، بالتالي القضاء هو المجال. ومشان افسر لك مباشرة، احنا رافعين قضية على معالي وزير المالية بضريبة الأملاك على سبيل المثال، وقضايا أخرى. هذا واحد. اثنين، نعطيك الأرقام، بس بالنسبة للمواطن احنا بنتعامل معاه بمعيار حجم الدين، استهلاكه الشهري في هذا الدين، وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي بنتعامل مع الدفعة وقيمة الخصم. بس كمان إذا سمحتوا لي مشان الكلام يكون واضح بالأرقام، أنا بدي أعطي لأختنا ليدا ولأخونا سامح، لأنه واحد يعني هي مسؤولة القسم المالي، وسامح موضوع الجباية، يعطوكم أرقام ويا ريت كل واحد معاه ورقة وقلم اللي يسجل على طول مشان ما يعتمدش على الذاكرة، وإنما يصير يعتمد على أرقام هو أخذها. وطبعا اللي بده نعطيه كمان وثائق، ما عندنا مشكلة في الموضوع، بس عشان نعرف أولا بدنا نعطي قيمة إجمالية للديون اللي على الحكومة من جهة، وأيضا على المواطن من جهة. اثنين، بدنا نعطي تفسير المواطن الحكومة ليش عليها دين والمواطن في ايش عليه دين، عشان تعرفوا الارقام اللي يعني عم نحكي عنها وتجمعوها وتشوفوا قديش احنا ان شاء الله مصداقيين في كلامنا. فاسمحوا لي اعطي الميكروفون لليدا وبعدين سامح. يعطيكم العافية. بداية بدنا نحكي عن الديون المترتبة على الحكومة. حتى تاريخ 30/10 المجاميع الديون المترتبة على الحكومة 125 مليون شيكل. تعطي أرقام تقريبية، 125 مليون شيكل، وبالدينار 5 مليون دينار، 5 مليون و200 ألف دينار. الديون المترتبة على المواطنين، هلا بنحكي بتفاصيل شوي بديون الحكومة. الديون المترتبة على المواطنين مجموع 288 مليون شيكل و10 مليون دينار. إذا بتسمحوا لي أحكي شوية تفاصيل. ديون الحكومة عندي 9 مليون و600 ألف شيكل نقل على الطرق، 34 مليون شيكل مطالبات أثر خروج شركة الكهرباء من عنا، رسوم ضريبة أملاك 5 مليون و200 ألف دينار، رسوم رخص المهن 3 مليون و200 ألف شيكل، أثمان مياه متحققة على الدوائر الرسمية 4 مليون و500 ألف شيكل، إيجارات مستحقة على الوزارات ومؤسسات السلطة 81,900 دينار، رسوم نفايات على مؤسسات ودوائر السلطة الوطنية 69,000 شيكل. علما بأنه المستحقات أثمان المياه على المدينة للعلم 90 مليون شيكل، على المخيمات 56 مليون، على القرى 16 مليون. فيما يتعلق بالديون المترتبة على المواطنين بدي أنا أذكر لكم إياها. في ديون أثمان كهرباء، هاي الديون القديمة فقط قبل ما تخرج شركة الكهرباء وتنفصل، عندي 99 مليون شيكل. ديون أثمان المياه 168 مليون 700 ألف شيكل. رسوم ضريبة النفايات برضو عم بحكي عن رسوم قديمة 19 مليون شيكل. رسوم سوق الخضار 993 ألف شيكل. رسوم المسلخ البلدي 137 ألف شيكل. رسوم بسطات 194 ألف شيكل. هلا الديون اللي بالدينار، عندي رسوم لافتات 227 ألف دينار، رسوم رخص حرف وصناعات 421 ألف دينار، مساهمات فتح المجرى 652 ألف دينار، رسوم شوارع 836 ألف دينار، رسوم ضريبة معارف مستحقة على المواطنين 6 مليون 300 ألف دينار،
جدران ساندة 117,000 دينار، رسوم تسليك مجرى 47,000 دينار، إيجارات أملاك البلدية 585,000 دينار، وإيجارات أملاك سوق الخضار 490,000 دينار، رسوم أرصفة 7,490 دينار، ورسوم البسطات بالدينار 261,000 دينار. اعذروني للإطالة. شكرا لذا. سامح بتحب تضيف شيء؟ لا يا بالله يا سيدي، عشان بس لما ذكر ديون المخيمات والقرى، احنا اختلفنا احنا وزارة المالية ورئاسة الوزارة في هذا الموضوع، وتشكلت لجنة. كانوا يقولوا ان البلدية ملهاش مصاري على نتيجة يعني قرارات الدكتور سلام فياض وديون المخيمات. ليش ندخل بالتفاصيل، مهم بالنتائج. فتشكلت لجنة من وزارة المالية والحكومة وسلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي وجهات مختلفة، وجلسوا في شركة الكهرباء اللي حكى لك فيها. بدي أحكي عن البلدية، بدي أقرأ محضر الجلسة. محضر الجلسة هذا بحضور الأستاذ غسان دراقمي والأستاذ عفيف قلاوي والأستاذ يزيد إبداح والسيدة فوزية أبو علام والمستشار القانوني أيمن علبتاوي والسيد مجدي فهد والسيدة ليدا أبو الهدى. وبعد الاطلاع على الكتاب الموجه لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية ومعالي الدكتور سائد الكوني وزير الحكم المحلي، يا جماعة بدنا نوقف. قد توافق الحضور على ما جاء بالكتاب، وأن مديونية بلدية نابلس هي صفر بتاريخ 31/12/2010 حسب كتاب وزارة المالية، وأن مطالبات البلدية بخصوص ضريبة المهن وضريبة الأملاك وما يستحق للبلدية من رسوم نقل على الطرق صحيحة، وأن موضوع مطالبة البلدية لوزارة المالية بأثمان المياه على المجالس القروية والمخيمات بقيمة 67,695,000 شيكل حسب الكشف تحتاج إلى مستندات تؤيد التزام السلطة الوطنية بدفعها لبلدية نابلس عن المجالس القروية والهيئات المحلية والمخيمات، تحريراً في 19/5/2014 في 19/5/2014 وهذا محضر هذه الجلسة. تعقيب على الكلام. اولا قضيه 19/4 قضيه مهمه، يعني هذا من اشهر بسيطه. اثنين، يعني انا بفهم انه هذول المندوبين الوزارات يحطوا النص اللي بيتعلق بالديون اللي على المخيمات والقرى، لانه كمان هم مش مفوضين، مش اصحاب صلاحيه. لكن انا كبلديه اسمها بلديه نابلس، حدود صلاحياتي هي بلديه نابلس، حدود بلديه نابلس. ما عدا ذلك هي من صلاحيات جهات اخرى. بديش اناقش، لانه اذا حكينا عن المخيمات وزاره الحكم المحلي مش هي المسؤوله عنها. لكن القرى وزاره الحكم المحلي. اليوم انا بالنسبه للمخيمات مثلا، مشان بس نقرب التشبيه، انا بالنسبه لي مواطنين. بالنسبه لي مواطنين نشترك في الحلوه والمره. هذا موضوع ملوش علاقه في المسؤوليات. اليوم انا النفايات على سبيل المثال، انا لانه هذول اولاد بلدنا، الوكاله بتجمع منهم النفايات بتحطهم بالحاويات، احنا بنروح بنشيلها ونوديها محل ما نودي نفاياتنا. هذا موضوع ملوش علاقه بانه مواطن، لكن كمسؤوليه الوكاله مسؤوليه عن جمع النفايات وتسلم لي اياها على باب المخيم، وانا بشيلها لانه لهم حق علينا. بالتالي كمان الاموال انا لا املك انه انا اتبرع لخارج حدود البلديه بدون مقابل. اثنين، انا ليس من واجبي ولا حقي ولا بعملها انه المخيم اللي مش دافع اللي عليه اقطع عنه مي.
بس معنات هذا الكلام أن السلطة صاحبة القرار، السلطة اللي تتبنى مشروع العودة وتقرير المصير هي اللي مسؤولة عن دفع الالتزامات المترتبة على المخيمات. أما على القرى وزارة الحكم المسحة للمسؤولية. إذا بديش أناقش أي قرية عليها التزامات ما دفعتش، هي اللي لازم تاخذ الإجراءات. أما إذا كان أنا مطلوب مني ليش؟ هل مطلوب مني يعني يا وزارة أو يا حكومة إنه أنا أقطع المي عن طلوزة أو عن دير الحطب أو عن كفر قليل أو بعتقد في منطق لا أخلاقي ولا وطني ولا مؤسساتي بفرض علي أو بقبل مني إن أقطع هاي الخدمة. فأنا بلاقي عذر للإخوان اللي كتبوا هذا لأنه يعني بدوش يتحمل مسؤولية. بس احنا بنحكي كمان قانون ومنطق عدل، وبديش اقول انتماء وطني لانه هذا صار مفروغ منه وعم بيفرغوه من معناه. بس هذا التزام للمواطنين هذول على الحكم المحلي مسؤوليته من جهه، وعلى وكاله الغوث والحكومه من جهه اخرى. لازم ينحل، لازم يلاقوا له حل. كيف الدكتور سلام في حكومته راح اتفق مع لجان المخيمات واعفاهم، وانا برايي القصه نجحت. ليش؟ لانه هو وقف نزيف مستمر كان ماشي عداد، والاسرائيليين عم بخصموا قيمه الكهرباء من عوائد البلديه، عوائد الحكومه. بالتالي هو عمل شغله صح انه اعفى المخيمات ضمن شروط. الشروط اولا انه يكون مسدد اظن يعني 31/12 او مش من النوع، ويركب عداد مسبق الدفع. فهو لو خسر له 100 مليون بيعوضهم سنتين 3 4. كمان اجى دخل على خط المدن والقرى، عمل معهم نفس المعامله بس نصف الدين. انه انت لما بتشحن كرتك 100 شيكل هو بعطيك 5 شيكل من عنده او 10 شيكل من عنده، وانت بتدفع 10 شيكل، يعني يتقاسم الدين 20% عن المواطن كل شحن كهرباء، وبالتالي ايضا وقف النتيجه. ليش بيعملوش هيك بالمي؟ يمكن يعملوا تغيير، بدوش يحكوا معهم مش مصاري، بديش ادخل بالنقاش، بس بيقدر يشتغل على موضوع المي بنفس الطريقه، ركب عدادات مسبقه الدفع ودفع المواطن كل ما يشحن 10%، بلاش 20، بدك تساعده 10% ومع الزمن تنتهي. بس هذا النزيف المتواصل يعني في احدى القرى من ال 57 من 67 مليون عليها 21 الى اين؟ واذا كان هذا البلديه نفسها بدها تتحمله بقول ببساطه راح يجي يوم قريب انه البلديه بسبب هذا الدين ما تقدرش تعمل نفس الموضوع. فكمان هذا مطلب انه هذه الامور لازم يلقى لها حل من خلال لقاءات مع وكاله الغوث مع لجان الخدمات من جهه، ولقاءات ايضا مع رؤساء المجالس المحليه من جهه، حتى يلاقوا يعني نتائج مثمره للجميع، انه نحافظ على كراماتهم ومصادر المياه من جهه، وانه السلطه الوطنيه تسترد هذا المال بشكل تدريجي على مدار سنوات. واحنا كبلديه كمان لهم علينا حق انه نتحمل 5 سنتين 3 5 6 حتى يسترد المال بطريقه الحداد المسبق الدفع. استاذ بلال، استاذ سامح، بتضيف شيء؟ اشكرك. التقرير الاقتصادي ده مفصل بس بدي انا اضيف على الاخ بلال انه البيانات الماليه 100% جاهزه باي وقت عند الاخت ليدا، وبتخيل انه حتى على صفحتنا وامورنا هاي كلها موجوده، يعني ما فيش اي مجال. كملي تضيفي شيء ليدا؟ تعقب بعد اذنكم انه احنا اصلا على موقع بلديه نابلس بشكل سنوي بنعرض التقرير المالي السنوي لبلديه نابلس. وبالنسبه للديون المواطنين لما استلم المجلس البلدي الحالي اول شيء عملناه انه جميع الارصده البنكيه نزلت في الجريده لمده اسبوع، وبعد هيك على فواتير المياه قعدنا كذا شهر نحط قديش ارصده الديون المترتبه على المواطنين نحطها خلف فاتوره المياه. فمن ناحيه تقرير مالي، من ناحيه ارصده ديون، من ناحيه ارصده حسابات عرضناها على الجمهور، واحنا جاهزين في اي وقت لاي حدا بده اي بيانات ماليه احنا حاضرين. شكرا اخت ليدا. استاذ ابراهيم الترتيب. الكلام احكي جاي فاتح بطني، احكي لمنطقتي بدها مشاريع وبدها انا كده ما شفت الواقع بطل، بدي احول كلامي لشيء اخر. اخوكم الحاج ابراهيم الترتيب من مدينه اللد ومن مواليد نابلس، يعني انا ابن اللد وابن نابلس، شربنا ميتها واكلنا خيرها، فبعيد حالي بهي اللحظه للداوي نابلسي
كنت ولا زلت. مدينة نابلس يا إخوان، أنا شايف حسب المعطيات اللي أعطيت الأرقام فعلا ذهلت وغيرت كل أفكاري عن الكلام اللي كنت بدي أحكي. الآن يبدو إنه في هجمة على بلدية نابلس أو على مدينة نابلس من 10 أو من 15 سنة. يشترك بها عدة أطراف، أولهم الاحتلال الإسرائيلي، وأحكي الآن عن الأقسام الأخرى. بلدية نابلس من يكون رئيسها؟ سواء كان أبو الوليد، أبو أحمد، أبو عبد الله، فتح، حماس، الجبهة الديمقراطية، الجهاد، هي بلدية نابلس ويحكمها ابن نابلس. وأنا بنوه هيك وفعلا داخل الخوف قلبي إنه إحنا بنوه بلدية نابلس والحكومة بتقولها وإسرائيل فوق الجميع. وهذه الكارثة إنه الثلاث أطراف ما عم يحمي البلدية، وإنما البلدية إذا بقيت هيك حتنهار، ونسأل الله ألا يكون هذا وإحنا موجودين أحياء. إخوان، لما بيحكي الأخ أبو الوليد أو الأخت على إنه السلطة ما أعطتناش إلا 2 مليون شيكل في السنتين فمن 125، فهذه والله كارثة. أي وزارة نثريات الموظفين والمدراء العامين اللي فيها بتطلع أكثر من 2 مليون دينار شيكل. يعني يحسبوا البلدية وزارة ويعطوها النثريات بتطلع لنا أكثر من 2 مليون. بعرفش شو السبب أنا، لكن أنا خايف من شكرا. أنا خايف على مدينة نابلس وما بديش إشي من حدا، ومش ناقصني إشي إلا رحمة رب العالمين، لكن أنا الآن والله خايف على البلدية. وبناشد السلطة وبناشد كل الشرفاء بالبلد يحافظوا على المدينة وعلى بلديتها اللي هي أساس حكم البلدية، لأنها هي البلدية هي تمثل نابلس وإحنا كلنا أبناء نابلس. وشكرا لكم جميعا. أنت أصيل، وأكيد بهذه المعنى صراع في بذول في قلوب الجميع، يعني إضافة جديدة. شكرا لك أستاذ إبراهيم. أمجد الباقي، برضو إحنا من شأن العلم، يعني من يرغب في توجيه أي سؤال لا زال المجال مفتوح. بس حاج علي حيطك ومحدش يرد عليه. لا 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 لا، بنحكي علينا كلنا. إذا علينا حياة البلد ما حد بيجرؤ لا يهجم عليها ولا يعتدي عليها ولا يحاول يقلل من قيمتها. احنا دائما بنحب نستعمل سيدة المدن. سيدة المدن هدف، بس الوصول للهدف الناس. بكفينا صراعات واختلافات بتكون مؤسسة واحدة. يسعد مساكم الجميع، وبدي اشكر اخواننا في النقابه على جهودهم. يعني في البدايه انا بدي احكي لك يا ابو وليد، احنا بخير ان شاء الله رب العالمين، بهذا الجمع احنا بخير. لما انا بتحدث مع اخواننا في النقابه وعم بيحكوا انه يا اخوان وين رايحين، احنا ما في اموال في البلديه، معناته احنا بخير. لما بشوف رئيس البلديه من اول يوم عم بفكر بمعاشات الموظفين لاخر الشهر، برضه احنا بخير. انا بدي احكي يا اخوان، هاي الموظفين اللي ناضلت طوال السنوات الماضيه، اللي دفنت الشهداء وحافظت على المحلات، بتوقف بحسن ماكل ومنيع ضد مين ما كان، لو كانت الحكومه ولو كان مين ما يكون. اول شيء احنا عمالنا بنشوف شو اللي فيها يا اخوان، شو بدها الحكومه مننا؟ شو بدها الحكومه هاي نابلس عروس الشمال، لا بتعمل فينا هيك. اذا بنجينا طلعنا على البلد يا اخوان، النظام عمالهم بيأذونا فيه. النظام والتنظيم والترتيب كان في ال 94 للامانه افضل من اليوم يا اخوان. إذا بننزل يعني عم بنشوف مصايب. الحكومة يا إخوان بكل صراحة مش شايفة دورها. يعني عمالنا بنطالب في تنظيم البلد، مؤسسات، جهات عم بتقاتلنا، شو بدهم يا إخوان؟ حكينا على ضرائب زين حطوا على الأرصفة عشان نبلش نرتب في البلد، ما في حدا عم بوقف معانا. جينا عملنا المجمعات، انعمل مجمع خضار، يعني مجمع يعني أفضل محافظات الوطن. وسكرنا شارع رئيسي في البلد، ولكن عمالنا بنشوف عربايات اكثر من المجمع هذا برا وما في حدا عم بيتابع معنا. لوين احنا رايحين؟ انا بحكي للاولين وللاخوان جميعا انه واجب انه نكون احنا يد واحده، النقابه والمجلس البلدي وكل الموظفين يد واحده، وان شاء الله على بركه الله بنحقق كل طموحاتنا وما بنسمح لحدا يلعب في معاشنا، لان الحكومه زي ما بتعطي المعاشات لجميع الموظفين اللي عندها 85,000 موظف بتفكرهم انه هن بس ابناء الشعب الفلسطيني، لا، احنا كمان اولاد الشعب الفلسطيني ويجب عليها انها تنتبه وبكفي وعي. شكرا. شكرا استاذ امجد. بس امجد يعني مضبوط، هذا جزء من الموضوع مش الموضوع.
القضية احنا مش جايين نحاكم الحكومة، احنا جايين نحمي بلدنا ونطالب أهلها أولا، ثم بالنسبة للحكومة أو لوزارة أو ل10 وزارات موقف البلد. إذا كان واحد أكيد أنا بقول لك كمان مرة ما بتقدرش إلا تلبي. أنا بعرف كثير وبتصور المفروض إنه في كثير منكم بيعرفوا إنه أنا بعرف كثير. ده يعني كل الحقائق ودقائق الأمور هون وبرا الله. بس كمان الأساس بنابلس. إذا كان لنا حقوق بنجيبها، بس الطريقة عشان نجيبها. أنا يعني لما وافقت للإخوان في النقابة إنه نلتقي، اجوا ناس يخوفوني، فلان بده يسب وفلان بده ينتقد وفلان بده يحكي والكلام اللي يعني عادات نابلس. اوكي، يعني انت بتقبل هذا التحدي على قاعده واحده اسمها لها علاقه انه ما فيش عندك شيء تخبيه. ويمكن اقول لكم اكثر، احنا عندنا هون الحاضرين كل مواطن في نابلس عليه 10 شيكل، نضلكم اسمه عليه 10 شيكل. مش قصه كبيره، بس مش هذا الموضوع. الموضوع انه انا بدي ابن البلد اولا يجي يقول يا ناس انا في لكم علي واجب بدي اقوم بهذا الواجب. بدي المجتمع الفلسطيني اللي موجود في هذه البلد وفي هذه المحافظه اللي يقول للناس تعالوا قوموا بواجباتكم تجاه هذه المؤسسه لانه هي اللي بتقدم لكم خدمات. مش هنفسر الموضوع بطريقه اكثر. اليوم بكره النقابه فيش رواتب، قالت احنا بدناش نشتغل. طيب مين بده يسقي مي؟ مين بده ينظف شوارع؟ مين 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 مين؟ البلد بتنهار باسبوع. واذا انهارت الاسبوع فيش حل. الحكومه ما عندهاش قدره تيجي تدير بلد لاسباب كثيره، اولها ماليه. وبتحكي انت عمالك على مبلغ مش مليون شيكل. اثنين، هاي المصاريف التشغيليه اللي عم تنشغل فيها القصه. احنا بنتحمل عمالنا ندبر حالنا انه قسم الميه بيخسر بالمعدل 6 ملايين شيكل بالسنه، بس الحكومه لا بتقدر تشغله ولا بتقدر تخسر 6 ملايين. بس هاي بلدنا احنا اولى فيها، بنعرف نلاقي يعني طريقه. فيعني خلينا نحط الامور في نصابها صحيح. احنا قلنا على الحكومه مصاري، نعم، بدنا وقفه جماعيه في نابلس مطالبه الحكومه بتسديد الاستحقاقات والالتزامات اللي عليها. بالمقابل انا كبلديه بعطيش حدا مي اليوم الا لما يدفع. ومشان افسر اكثر، مستشفى رفيديا اجى مشروع من دوله مانحه من كم يوم، قال بدي براءة زي ما قلت له متأسف. حكى معي مدير المستشفى وهو رجل محترم، قلت له متأسف. اجاني واسطات كثير، قلت لهم متأسف. اجى الوزير اول امبارح ومعاه المدير المالي. قلت له انا بدي حل، والله هاي انا لما انا واجباتي اعفي مواطن، اسكت عن مواطن، اما عن الحكومه عمره ما صار. عملت انا وياه اتفاق، تعطيني اليوم من هون لاخر الشهر 350,000 وبتعطيني 125,000 كل شهر، بشرط اذا كان التزام واحد اخل بقطع كهرباء عن المستشفى. ودبر راسه واتفقنا على ذلك. والرجل للامانه هو غايب وربنا حاضر، كان مبدي استعداد وكان مبدي ملامح. هلا انت كمان مش معني، انت وظيفتنا من احدى مهامنا انه ننجح سلطتنا، هذا حقيقه واجبنا بدون ما حدا يطلب منا، بس كمان ما بيكونش على حساب المواطن ولا بيكون على حساب البلد. اليوم لما بطلب تانك ميه باخذ حقه قبل ما ابعت، بقدر اعمل. ومشان اقول لكم اكثر، فيش مدينه بتاخذ على الحارق اللي بدها اياه الاجهزه ولا الوزارات الا نابلس، والباقي ولا شيء. ما بديش اناقش لانه محقق، بس كمان ما بقدر اطلب من الحكومه وانسى المواطن. طب الى متى؟ يعني لو دفعت لي اليوم الحكومه المبلغ اللي عليها والمواطن ما التزم، لوين نقدر نمشي؟ بزياده شهرين 3 5؟ طب ماذا بعد؟ وتنساش انه المواطن استهلاكاته الشهريه اكبر كثير من الاستحقاقات اللي على الحكومه. فارجو انه نحط الامور، يعني مش بس بدنا نرمي حجر على الحكومه وكانه احنا خصومه احنا وياها. احنا بالنتيجه في قانون،
في قانون وفي مرجعية للحكومة، بس المواطن المرجعية إحنا أهل البلد. تيجي بتقول غسان الشكع في عليك بدك تلاقي لك حل. يعني أنا عندي شوية مقترحات، بس لازم نسمع من الكل عشان نوصل مع بعض لنتائج في محاولة إنقاذ البلد مش البلدية. وأنا بقول لكم بصراحة إحنا كمجلس بلدي اللي شفناه خلال السنتين بكفينا عن العمر اللي مرق علينا كله، من سلبيات، من مظاهر يكفي مظهر الفوضى. وأنا كنت جبت مثال قبل هيك والله العظيم صار اجاني 2 أوادم من أمريكا ومش نوابلس، قالوا لي إحنا معنا 100 مليون دولار بدنا نشغلهم بالأمس. ركبت سيارة من الحركة بعد جزء ناصر هون مين كان معنا شو، وأخذتهم محل ما أنا بدي. قالوا ال 100 مليون لإلكم. إجا واحد شاطر أخذهم على البلد ورجاهم اللي لازم يورجيهم إياه أو اللي مش لازم يورجيهم إياه، رجعوا اعتذروا وروحوا وأخذوا ال 100 مليون. إحنا الأساس البلد. شوفوا كم واحد فينا بغلط في حق البلد، إن كان أخذ نظافة، إن كان أخذ سير، إن كان أخذ يعني في حدا بيقبل الساعة 1 والساعة 5 يسمح لابنه يضرب هاي الصواريخ مشان والله، وبقول لك آخر النهار معيش مصاري، منين أجيب لك؟ طب ما هي مش راكبة يا إخوان. مجتمعيا في قضايا إحنا بنعرفها وبنعيشها، بس مش لازم نتم نغمض عليها، لأنه هذا مستقبل أولادنا كمان. إحنا طاعم وليد بكرة بعد بكرة بعد سنة، يعني خلص. بس شو بتعمل لابنك؟ ما بدك تضمنه يعيش على الأقل زيك. بالتالي أنت مسؤوليتك مواطن، كمان مسؤوليتك أب، كمان مسؤوليتك مجتمعية. كل هذه الأمور لازم يتفكر فيها ويطلع منها شيء. شكرا. أستاذ معتز السيد. لقاء طبعا كثير مميز ويجب ان يخرج بنتائج. قبل 10 سنوات او تحديدا من عام 2001 ل 2004 بفتره الاجتياحات ومع الانهيار الواسع كان في مؤسسات السلطه ووزارات ومؤسسات المجتمع بشكل كامل، كان للبلديات دور ابرز، وكانت هي المؤسسات الوحيده اللي موجوده وحافظت على بقائها واستقرارها. فبالتالي الحفاظ على بلدية نابلس وجميع المجالس البلدية يجب أن تكون مهمة تحتل أولوية قصوى عند الجميع. المجلس البلدي الحالي قد يكون من أكثر المجالس البلدية تمثيلا، فهو أمس أوسع مجلس بلدي من 76 يضم مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية وإضافة إلى ذلك شخصيات مستقلة. فالتمثيل الوطني السياسي المجتمعي الاجتماعي للمجلس البلدي الحالي يجعل منه مركز قوة في البلد يجب الحفاظ عليه ومشاركته في حماية البلد. ما يقال عن الحكومة واللي تقدمت به الأخت ليندا موضوعة الديون، شفت فيهم أكثر من بند. في بنود تكون البلدية هي مورد أو مزود خدمة إلى الحكومة. أنت بتزود خدمة للحكومة ما بتدفع ديون، يجب أن تتوقف عن تزويد الخدمة للحكومة في حال عدم دفعها أو لهذه المؤسسة في حال عدم دفعها للمستحقات المالية عليها. هذا جزء آخر، الحكومة تقوم بمقام الجابي في بعض الحالات مثل موضوع ضريبة الأبنية. الحكومة التي تقوم في موقف الجابي أو في مكان الجابي ولا تلتزم بتسديد الفلوس اللي بتجبيهم لا الجهة المستحق لها الفلوس ما بتطلع للحكومة. وأخشى أنه نوصل لمرحلة نقول ما مطلوب من أي حدا يدفع، مش بقول الآن ما مطلوب من أي حدا يدفع فلوس للأملاك إلا إذا الحكومة بتلتزم بإعادتها لبلدية نابلس، لأنه هذه تعتبر حق للبلد وللبلدية. فبرأيي يجب أن تكون الأمور واضحة. البند الآخر أو الجزء الآخر وهو لا يقل أهمية بل يزيد موضوع المواطن.
المواطن يستنزف البلدية، يستنزفها بعدم الالتزام بالدفع. يجب البحث عن أفضل السبل لإجبار، وبأسف لكلمة الإجبار، المواطن لدفع المستحقات المترتبة عليه. لكن يجب أن يعاد فلسفة الأمور في هذه البلد، أن أي خدمة تقدم لك كمواطن يجب أن تكون بثمن، ويجب على البلدية أولا وكثير من مؤسسات البلد مغادرة سياسة إعفاء المواطن من دفع ثمن أي خدمة، وكل شيء بصير اليوم ببلاش والله لا يرد حدا ولا حتى بندفع له. هذا مش مال غسان الشقعة، غسان الشقعة ماله هو حر فيه، بس مال البلد ما يعني يجب أن يكون خط أحمر ممنوع المسامحة به. وممكن نفتش على آلية، نجبر المواطن لدفع الفلوس حتى لو كانت هذه الآلية على فترة تمتد لسنوات طويلة. طبعا كلنا ثقة بإدارة المجلس البلدي الحالي الذي نعتز بشراكتنا فيه ونعتز بأعضاء المجلس، كلنا ثقة بأنهم يستطيعوا الوصول بهذا المجلس لنهاية فترتهم بمديونية صفر لبلدية نابلس وعلى بلدية نابلس إن شاء الله. أخي معتز، بس للمعلومين، ضريبة الأملاك أنا حكيت عنه، وحكيت إنه اتفقنا مع الوزارة ومع ضريبة الأملاك، ومع الأسف أخلوا. بس كمان أنا بحب أقول لك، أنا اليوم بعطي براءة ذمة بدون ضريبة أملاك، وبالتالي نزل دخلهم من 2,000,000 دينار ل 30,000 دينار وإن شاء الله لصفر. طالما باخذوا مالنا ما بيطلع لهم واجب ويبلطوا البحر. أستاذ هشام زيادة، رئيس تحرير جريدة الكوفية، تفضل. راديو الكوفية. خير سعادة الوليد والجميع. احنا مراقبتنا ومتابعتنا الإعلامية لهذا الموضوع، ودائما بنحكي بهيك موضوع سعادة الوليد. احنا بنراقب ونتابع هذا المجتمع وكل ما فيه من خير وكل المبادرات اللي عم تصير. احنا دورنا كاعلام دائما توعية هذا المجتمع نحو اعلام التنموي. كثير طرحنا مبادرات نحو تحقيق اكثر من هدف في هذه البلد. انا بدوري كراديو كوفية نطرح هناك برنامج توعوي للمواطن، اثير كوفية ومفتوح في هذا المجال. كل المبادرات انا بشتغل فيها بحيث انه احنا نوصل لنقطة توعية المواطن. يعني في حرب غزة هناك قدمنا مئات آلاف الدنانير بل ملايين من الشباب من أجل الوصول لدعم أهلنا في غزة. هاي المدينة يعني هي جبل النار وعاصمة فلسطين، وكانت لها مكانة في قلب أبو عمار، وكانت لها مكانة في قلب القيادات الفلسطينية. ما بال أن يكون رئيس الوزراء أبو رامي حمد الله وجامعة النجاح هي دائما في نابلس، وحسابات كثيرة. ولكن إذا عدنا قليلا، الحكومة تتعامل بالقضاء، وخاصة في موضوع النقابات مؤخرا، ونلجأ إلى القضاء كما قال سعادة الوليد. وهذا الموضوع ليس هو حرب ضد الحكومة، ولو أنا أسمع قبل قليل هناك يقول لك حرب ضد الحكومة بس بطريقة ذكية. نحن كإعلام نقف ونقول أن وزير المالية سنستضيفه قريبا ونطرح هذا الملف ونقول كل كلمة في الإعلام، ولكن ما نود وأؤكد على المبادرة توعية المواطن من أجل سداد الديون بس فقط لا غير. شكرا. مرحبا للجميع ومساء الخير. انا اسمي علاء السعوس من نابلس. كنت حابب اقدم او زي مداخله او مبادره ممكن للاعضاء المجلس البلدي. في بلديه وعم الله بنسمع بالاونه الاخيره انهم بيعملوا مؤتمر مغتربي وعم الله. طب الكل بيعرف على مستوى فلسطين او مستوى الضفه الغربيه انه اكبر رجال اعمال ومستثمرين هم من نابلس. ليش ما بيتمش مبادره من بلديه نابلس تعمل مؤتمر للمغتربين اللي بينتموا لمدينه نابلس؟ بدي احكي كمان موضوع بخصوص قضيه وزاره الماليه والاملاك. بالاونه الاخيره حتى امبارح واول امبارح الحكومه ماشيه بتسلسل زمني اعلامي انه بقول لك تطلع مقابله معروضه بشكل كامل في برنامج للدكتور رامي حمد الله بيحكي على 6 مليار اللي هي للحكم المحلي او لحق الكهرباء اللي بتقطعها
القطرية الإسرائيلية عند الحكومة من المقاصة. في المقابل بلدية نابلس بتجمع بالشهر $2 مليون على ملاك بتسلمهم للحكومة. ليش ما يتمش التوصل لآلية أو اتفاق أو إجبار الحكومة بقطع $2 مليون شهريا بالخصم منهم اللي هي من 125 مليون شيكل؟ شكرا. شكرا. بس يا علاء $2 مليون مش إلهم 200,000. يعني هم أعطينا إياهم مشان نقسمهم هم إلنا. إلا هذول اللي بتجمع عن الحكومة. الحكومة اللي بتجمع. احنا بنقول للناس بدناش نعطيك براءة ذمة لما تخلص مع الحكومة. فالحكومة بتخلص معها بتحط بجابتها وإيدها مخزوقة على الرواتب. يا جماعة الخير الله يمسيكم مرة ثانية بالخير. طبعا موجود عندنا احنا الآن نقابة المهندسين، ولدينا من المؤسسات الغرفة التجارية وملتقى الديار والجمعيات الخيرية، وعندنا أيضا محبين كثر لهذه المدينة. أنا بس بدي أقرأ سطرين دكتور خالد وأخي هلال ما هو رأي الدائرة المالية في الوضع المالي الآن عند تحليل أسباب التدهور المالي الحالي. تبين ما يلي: أولاً إحجام الحكومة عن دفع المستحقات المترتبة. إحنا ما في عندنا حرب بيننا وبين الحكومة، والدكتور رامي أخ إلنا والحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية نحن مطالبون بالدفاع والحفاظ عليها. لكن إحنا 2200 موظف يا جماعة الخير بنقول إنه مع نهاية الشهر، وأنا مستعد أجيب بيانات من 25 من 22 من 16 الشهر بطلبوا صرف من عند ليدا، من 16 وفي منهم من 8 و9 شهر. يا جماعة الخير إحنا في بلدية نابلس نتغنى دائما بالعطاء والعمل، ودائما بنفخر بأخونا الدكتور شاهر لما بكتب لنابلس، وبنقول كلماتك دائما رنانة يا دكتور شاهر. لكن زي ما الدكتور شاهر بكتب الكلمات، العاملين هدول لما كانت سنة 76 أساس الانطلاق للعمل الوطني في بلدية نابلس، موظفي بلدية نابلس حموا البلدية بعد ما اجت في عام 82 بعد ما حاول الاحتلال النيل منها والسيطرة عليها. كانوا أسود وسيبقون أسود، وكانت المجالس المتعاقبة ما هي إلا أداة خدمة متميزة في الأداء والدور. شفنا في العام 94 التطور الهائل اللي أبرزوه لما عادت سلطتنا الوطنية لأرض الوطن، وشفنا الدور لإخواننا في المجلس السابق أيضا، والدور الحالي اللي أنا بحكي لكم نحكي بهاي الأزمة. بس يا جماعة الخير لو شفتوا كيف برعصات المطر الشديد من الساعة 4 الصبح كان عمال النظافة وعمال، أنا ما بسميهم عمال النظافة، عمال الشرف في بلدية نابلس اللي كانوا في الطرقات بين جداول المياه يبحثون عن عملهم بكل شرف وكل مسؤولية. احنا وهي رسالتنا للجميع، باسمنا جميعا بدنا نحكي اليوم، مش باسم نقابة العاملين، ومعذرة عمي أبو وليد، ولا باسم المجلس البلدي، ولا باسم رئيس البلدية، باسم بلدية نابلس ومؤسسات نابلس وأهل نابلس وكل المحبين لنابلس. وبدنا نقول برسالة واضحة عنوانها إنه المساس بنابلس خط أحمر بكفي عاد. المساس بنابلس خط أحمر، إحنا لازم نحمي البلد. بكفي نقول فلان زعلان من فلان، وفلان في بينه وبين فلان شيء، خلصناه بكفي عاد. الآن بدنا نبحث عن شيء جديد، بدنا نشوف التاجر. لما إخواننا في المجلس
وقعوا في مذكرة التفاهم، ما وقعوا بلدية لبلدية، وما قالوا بلدية نابلس وبلدية بخلوف، قالوا الجامعات وقالوا الصحة وقالوا التربية والتعليم وقالوا المشاريع التنموية وقالوا الاستيراد وقالوا التصدير وقالوا كل شيء، ومن ثم قالوا بلدية نابلس. نعم، تحية لمن يعمل بهذا النهج، مش لأنه هو بده يعمل قواعد بيناتنا، لأنه بالفعل اللي بده يقدم لازم يقدم بإخلاصه وانتمائه لهذه المدينة. أنا اعذروني يجوز أكون أقل واحد فيكم بحب هاي المدينة، لأنه أنتم كلكم بتحبوها أكثر مني، بس ببكي على كل لحظة بشوف فيها مشكلة على الدوار أو بسطة تعيق حركة طريق. يا أمجد ويا أستاذ علاء ويا جميع، لما إحنا بنشوف جرحنا بإيدنا عمالنا إحنا بنزيده وبنوسعه وإحنا بنقدر نطبقه. نابلس الآن بحروفها الأربعة ولا الخمسة تستصرخ ضمائركم جميعا في نقابة المهندسين وفي التضامن الخيرية وفي الغرفة التجارية وفي الديار النابلسية وفي رجال الأعمال وبملتقى رجال الأعمال وبالتجار وبكل شيء وبالجوانب الإنسانية والطبية. بنقول لكم بدنا نحط إيدينا بإيدين بعض، بدنا نرسم مع بعض، غلطنا ولا صلحنا بدنا نقعد مع بعض، بدنا نكتب مع بعض نقول يا دكتورنا العزيز، يا ابن نابلس، يا دكتور رامي، هذه نابلس تستحق المزيد، تستحق المزيد، تستحق المزيد. وأنت مطالب كابن هذه المدينة أن تقف إلى جانبك. لما أنا بقرأ التقرير المالي بدي أعود، كتبوا أولاً إحجام الحكومة، ثم قالوا انخفاض تحصيل الإيرادات. بس هون ليدا قالت لي يا درار إحنا الإيرادات تقريباً بسقفها متوازي، يعني الرسم البياني تبعها زي ما هو، فيش زيادة ولا في نقصان، وهذا دليل على إنه اللي منتمي واللي ملتزم بالتسديد منذ زمن لا زال ملتزم. لذلك بجوز واحد يجي يقول لي تخربشت الإمارات. طيب المجلس البلدي شو بيعمل؟ طيب الكهرباء ليش صار فيها هيك؟ وفلان ليش صار فيه هيك؟ وليش شركة الكهرباء ضلت شركة كهرباء؟ رشحوها على البلدية. احنا بقول لكم أنا في يوم من الأيام قلت، واللي حاضر يتذكر، قلت إذا كانت شركة الكهرباء بدها تكون عبء على بلدية نابلس، أنا بدي إياها ترجع على بلدية نابلس. وما بقول إلا لأني كنت أمثل شريحة من هؤلاء العاملين. بس برضه ما تخربشت الأوراق، لأنه لسه بدنا نيجي ننغص بعض، في كثير نغص بعض. والله المعاملة بطلع على البلدية براءة الذمة بتقعد يومين، لا اليوم براءة الذمة بتقعد يوم. بس إذا في مشكلة طبعا. والخدمة اللي بنقدمها صح خدمة سريعة ومتعاونة، بس والله يا جماعة الخير العبء كبير والجرح كبير. عمرنا ما كنا إلا أداة لنحمي نابلس، وسنبقى نحمي نابلس. إحنا جنود في هذه البلدية. يعني معذرة للمجلس البلدي وللجميع، سيقضي فترة من الزمن وسيرحل من عن المجلس. العمر الطويل لهم كلهم، ولكن نحن باقون. إذا يا مؤسسات نابلس بطالبكم أن تقفوا إلى جانب أبنائكم. والله أبناء بلدية نابلس حفروا الصخر لنشرب براحة وأمان. والله احتلوا الأبراج لنريد الطرقات. والله تغمدوا بكل معنى جرح ليدافعوا في إبان أخلق الظروف، في أبان الاجتياحات لهذه المدينة، يدافعون عن حرمة هذه المدينة.
لم يتوانى أحد من بلدية نابلس. قدمت شهداء وقدمت جرحى. بأسف مرة أخرى إني أحكي هذا الحكي، بس أنا بتمنى زي ما إحنا قاعدين على الكراسي الآن قبل ما نخرج، كل مؤسسة، كل رجل، كل تاجر، كل فصيل موجود بيناتنا حابب يقدم إيده معنا في نقابة العاملين وفي بلدية نابلس، أن يسجل اسمه معانا حتى نرفعه على راسنا ونقول له إحنا وياك، إحنا وياك، لأنه إحنا أبواب المجلس البلدي مفتوحة، بس ضايل نفتح أبواب ثانية نجيب الرسالة نابلس. إخواني الكرام، في واحد بيقول لي طيب يعني انت خربشت كثير، معلش خلوني اخربش، بس الخربشه امرار بتفيد. بيقولوا لي انه انت تحدثت في كثير. في واحد بيجي بيقول لي طيب يعني انتوا طلبتوا بزيادات؟ لا احنا مش مستعدين نطلب بزيادات، لان احنا شايفين الوضع الحالي. بس يا وزاره الحكم المحلي، لما انا بطالب رئيس بلديه نابلس وبقول له في عندي اجازات للموظفين بدي احولها بدل اثمان كهرباء وماء، ما تبعتليش كتاب للبلديه تقول لي مش من حق الموظفين ياخذوا بدل اثمان كهرباء ومياه، واحنا اصحاب الخدمه، لانه هذا حق إلنا. لكن المجلس البلدي وافق على تحويل هذه الإجازات. أيضا يا وزارة الحكم المحلي، ما تقولي لي إذا واحد إذا شافوه مسكين تعبان ألم به مرض، وعندنا حالات كثيرة في البلدية وهي كثيرة، ما تصرفوا له جنوة لأن المساعدات الاجتماعية مش موجودة في البلدية. لا، بلدية نابلس كل المؤسسات وستبقى لكل المؤسسات وستبقى عنوان وستستمر بأدائها. أنا بترك المجال لمن يرغب في سؤال. يعني أنا في مواضيع بدي أمر عليها مرة الكرام، بس بدي أبدأ في قضية الكتاب اللي حكى أخونا درار. نعم صحيح إجانا كتاب، بس احنا كمان مش كل كتاب فينا بيجينا معناته مرة سلام. لا، احنا اسياد انفسنا في بلديتنا، بالتالي احنا وظيفتنا المواطن النابلسي، لا هي شارع ولا مي ولا كهرباء ولا مجال. احنا وظيفتنا المواطن، كل شيء بيتعلق بالمواطن وظيفتنا نشتغل عليه بما فيه الخدمات، بس الاساس الانسان. بالتالي هذا اللي بقول انه والله مش من حقك تصرف مساعده لاسره او دواء او اي كلام من هذا النوع، او تحول اجازات بان اجازته الى اثمان كهرباء ومي. هو في واحد بحبش ياخذ اجازه، هو طلب تحويلها مي وكهرباء مشان يوفر المصاري يقدر يكفي عائلته. بالتالي هذا المجلس هو صاحب القرار، ما فيش حدا بيقدر يتدخل فيه، واللي بده يتدخل انه يجيب لنا قرار رئاسي انه نروح بنروح. بالتالي كمان من جهه اخرى اللي بده يقول لنا تعملش كذا يروح بيجيب لنا حقوقنا، مش هو بيعمل انه ممنوع تعمل كذا، جيب لي حقي بعدين بتحكي معي، جيب لي الديون اللي عليكم بعدين بتحكي معي. فهذا موضوع بالنسبه لنا كبلديه نابلس محسوم ومحلول، ويجيبوا لنا مرسوم نروح من امبارح مش بكره. هاي قضيه اخرى. بعض الاخوان بيحكوا يعني انه والله الاخوان بيطلعوا على نابولي وبيطلعوا على ماجليو وبيطلعوا على لين ومش عارف شو، والبلديه بتتحملش ومصاريف وكذا، يعني كلام انه فيش حدا في الدنيا بعيش لوحده، واللي بنعزل عن العالم بعيشش. الناس بتنساه وبتتجاوزه، بس كمان اللي ما بيعرفش دور بلديه نابلس في هذه العلاقات بيكون بتبعش ولا بحب نابلس. وانا بدي اعطي امثله بس 2 أو 3 مع انه ممكن اخونا ضرار مر على احداث. احنا عندنا توأمة مع بلديه لين منذ التسعينات.
واحنا تمينا متواصلين معهم طول الفتره. تواصل له علاقات وكذا، بس انا بدي احكي على اخر قرار لهم انهم بدهم يعملوا لنا ملعب زي اللي عملته دوله قطر. حطينا ملعب دوله قطر في الشرق، وان شاء الله الملعب الثاني بنعمله بالغرب. بس كمان نتيجه هذه العلاقه هم متوامين مع مدينه اسرائيليه. نتيجه التواصل بين بلديه نابلس وليل، ونتيجه الاداء اللي بتكون في اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، منذ اقل من شهر بلدية ليل قررت إنهاء التوأمة مع المدينة الإسرائيلية. وأنا بعتقد إنه هذا إنجاز بحد ذاته. صحيح هو عمل سياسي، بس أنا بالآخر كبلدية إحنا مواطنين، بالتالي في علينا دور بين هذه العلاقات. اثنين، بلدية نابولي اللي قال عنها ضرار، لما كل المافيا والصهيونية في مدينة نابولي بتتآمر على هذا الرجل، وهو رجل قانوني على فكرة وكان مدعي عام، حاكم المافيا في نابولي ايام ما كان مدعي عام، حطهم بالسجن. لما راح الاخ ابو مازن واعطوه مواطنه شرف في مدينه نابولي، اتجمعوا عليه وعملوا رباطيه انه هذا كان فاسد وهذا مش عارف بكم وقتاش، فبالتالي يعني مش عزلوه ووقفوا عن العمل. فنائب رئيس البلد صار هو اللي بيحكي وهو بيكون قاعد جنبه. ولما رحنا احنا كان هو قاعد جنبه ونائب رئيس البلديه. احنا شو عملنا؟ رحنا قعدنا مع الشرائح المجتمعيه في مدينه نابولي. الشباب المتعلمين اللي قعدنا 3 ايام هنا. هذا بيخلق راي عام في المدينه. كانت النتيجه بعد ما روحنا انه صدر القرار الاداري بعودته لمزاوله عمله. بالتالي نعم هو اليوم مواطن فلسطيني وبيحمل جواز سفر فلسطيني وعمدة أو رئيس بلدية نابولي، بس كمان كان لنا دور في هذه العلاقات. وعلى جانب هذا احنا انشأنا مع كل بلد بنروحها بنقول لهم عشان تكمل التوأمة لازم نشتغل في مجالات الجامعات، الصحة، الشباب، الطفولة، والمجالات الثقافية والتجارية إن وجدت. وهلا لما رحنا عميق اليوم سعيد احنا عملنا رحنا على معارضهم الصناعيه وعندهم مواد كثير. بدنا نحكي مع الاخوان في الغرفه التجاريه وملتقى رجال الاعمال، يمكن نعمل وفد مشترك يروحوا، لانه انا بقول لكم بصراحه عندهم ما يستحق وعندنا ما يستحق انه نسوقه لهم. يعني شفنا عندهم مثلا موضوع الاثاث نص كم، اذا عرفنا نبعث اثاثنا ويبعثوا لهم اخشاب بدل الاثاث اللي بنصنع منه الاثاث، بنكون احنا فدنا البلدين. القضيه اللي برضه انه كان هي برضه كان في مشكله انه الاتحاد الاوروبي وضعه الاقتصادي عم يتراجع، فكان المنح عم تتراجع، واحنا طرحنا مبادره انه احنا بدنا نفكر في مشاريع استثماريه، وطرحنا لهم موضوع اللي له علاقه بنفايات الصلب، انه هذا مشروع مجدي اقتصاديا. فاحنا مستعدين من اي مكان هو الاتحاد الاوروبي اللي في المؤتمر في نابولي، احنا اي مدينه تابعه لها الدوله بتيجي تعمل مشروع من هالشكل، احنا مستعدين كبلديه نتعاون معها. احنا ما بدنا نستفيد، احنا بدنا نخدم مواطننا. انتم خذوا كل الفائده، بس نعمل مشروع شراكه، احنا نقدم الارض والخدمات والى اخره، وانتم قدموا راس المال. وهذا له ميزتين، انه انت بتستفيد عوائد ماليه. اثنين، هذا بحتم علي انا كبلد بدي اعمل فيها مشروع اني استورد من عندك المكنات والاليات والخدمات، فانت بتستفيد منها. حكينا مع رئيس اتحاد الصناعه على اساس نعمل مدينه صناعيه في زعتره اللي كنا نحكي فيها بزمان. يعني احنا ما بنروح مشان نشم الهواء. هلا بصير يقول لك التذاكر مش تذاكر والمصاريف. يا عمي ما هو انت لما بدك تطلع على رمض بدك تدفع مصاريف، لما بدك تروح على عمان بدك تدفع مصاريف، فيش شيء بيجي ببلاش. واذا كان الموضوع بالنسبه لي يا عمي انا بحملش البلديه تذكرتي. وهي قاعدين ان كان الاخوان في المجلس ولا المحاسب. انا عضو لجنه تنفيذيه ولي استحقاقات ماليه بجيبها من الصندوق. بس كمان البلد لازم تستفيد انه انا عضو لجنه تنفيذيه، انه انا بقدر اخدمها بصفتي السياسيه وبصفتي رئيس بلديه. بس كمان يعني حرام هذا الموضوع. شركه الكهرباء، انا بالنسبه لي كشخص منذ ان قيل عن شركه الكهرباء انا مش
واليوم تتعزز ثقتي انه احنا مش لازم نكون فيه، بس عندنا مشكله اكبر. هاي فيها 500-600 بني ادم، مواطن ومواطنه، موظفين وعمال في هذه المؤسسه. انا ما بقدرش احملهم كبلديه نابلس، وجنين تقدرش تحملهم، وبالتالي احنا عم نعض على اصابعنا قابلين انه مشان نحافظ على هذه الشريحه المجتمعيه. اليوم احنا عندنا مشكله في هذا الموضوع مع الحكومه. بديش اناقش التفاصيل، احنا رحنا على القانون وان شاء الله بنكسب القضيه، اذا ما كسبناها بدنا نروح احنا ننسحب من الشركه، مش نابلس، كل الهيئه العامه. والحكومه بدها تحمل ال 600 موظف، وانا كبلديه نابلس بدي استرجع الشبكه تاعتي وبعدين انا بقرر اخذ منهم ما اخذش منهم. هلا اليوم لعبوا معي لعبه يعني نص كم، انه يعني خلوا القطريه تبعث لي رساله اذا ما دفعتش ال 46 مليون اللي عليك بدناش نعطيك كهرباء، بدنا نخفف الكهرباء. يخففوا الكهرباء ويقولوا للزلمه اللي قال لهم يدفع هو، احنا المصاري معانا بس بدناش ندفع، مشان اذا بدهم يلقوا معانا نخصمهم ونستد الدين اللي على الحكومه بالعرب. كمان احنا بصيرش نفيت اولادنا، واذا انسحبنا بتطبق الحكومه ب 600 موظف. احنا ما بنلعبش في موضوع البلد ومش مستعدين نلعب. واللي بده يتشاطر علينا انه هو في مركز يتيح له انه ياخذ قرارات من هالشكل حيا الله. وانا بحكيش عن الحكومه، بحكي عن حواشي الحكومه. عيب، احنا تعالوا تفاهموا معنا وقولوا لنا شو اللي لنا وشو اللي علينا. كمان لما اختلفنا مع الحكومه احنا عندنا محضر كامل زي القرار فمية اخونا ضرار يتعلق بشركه الكهرباء، انه كل اللي بتقوله شركه الكهرباء صحيح. مشان نحط الصوره الحقيقيه، شركه الكهرباء اعطت للشمال كله 7 ملايين شيكل. اتفضل لما بلديه نابلس شو بدها يكون حصتها؟ اظن مش عارف 15 مجلس ولا 17 اللي داخلين بهاي الشركه. يعني بدها يطلع لها اقل من مليون. فيعني هذا كلام بدل انه هذا مش فيزبل ومش خدمات احسن من اللي ممكن تقدمها البلديه. بالنسبه لقضيه العمال والموظفين يعني بالنسبه لنا كمركز هذا خط احمر. قضيه يعني ما بنقبلش يلتعب في مصر. قضيه اللي بتترافق مع هذا الحكي هي القيم والقانون والنواب بيجيبوا لنا نعرف بعض. عينوا 100,000 موظف، عينوا، انا معي الارقام ممكن مع حسني، بس بصراحه وببساطه احنا عينا حوالي 100 واحد او 120 واحد حراس مدارس. هذول ليس لهم علاقه بالبلديه، هذول معينين على حساب لجنه ضريبه المعارف، بالتالي هي مش صندوق بلدي. تمام؟ والله يعطينا اياه حسني الاخوان مشان يكونوا ما دام نحكي بالشفافيه يكون الكلام واضح وصريح. واذا بدك تقراها انت كمان بصير. يا سيدي الحراس 89 تحكي عن مواقع البلديه كلها وبتحكي على مدار 24 ساعه، يعني بدك تحسب للموقع 3. الصحه 129 اللي هم عمال الصحه. الاداره 31، مركز الطفل 2، اسعاد الطفوله 2، محكمه البلديه 1، محطه التنقيه الغربيه 8، سوق الخضار 1، الهندسه 21، الميكانيك 22، المياه والصرف الصحي 17، المكتب 12، المسلخ 9، المحاسبه 17، الحركه 12. هلا هذا برضه في تفاصيل. والله يا حسني انت تقرا من الباقي. كرئيس هناك 3 التصفيق والرقابه الامن والاطفاء 12 واحد. عدد الاشخاص الذي تم تثبيتهم هم 30 واحد من تاريخ 1/11/2012 حتى تاريخ هذا اليوم. وهناك 9 مكافآت لوظيفة الاجتماع تتراوح بين 700 شيكل و 500 شيكل
خلال السنتين الماضيتين. شكرا. عمي ابو دكتور شاهر، حابب انت تحكي؟ تفضل. الله يمسيكم بالخير. أنا ابن نابلس أبا عن جد. أحب نابلس، أعشقه. عرض علي سنة 70 إني أشتغل في إنجلترا. قلت لهم والله عندي أي سوق من أسواق نابلس تسوى شارع أكسفورد في لندن. هذا حصل. وكانوا بدهم يعينوني رئيس قسم في انجلترا وانا رفضت لاني بحب المدينه. انا بترجى كل واحد فيكم بدون عنف، بدون اي، بتوسع انه نحافظ على هالبلد، لان هذه بلد عريقه، رابع مدينه على وجه الارض، مدينه العلماء والشرفاء والادباء والشعراء والمهذبين الاوفياء الانقياء. نحافظ عليها ونساعد البلديه. في عتب كبير على الحكومة، احنا بدناش نحاسب الحكومة، بس أنا عمري ما شفت أي شعب في الدنيا بيوزع الغنائم على حاله قبل لحظة الانتصار. لا يجوز أبداً إنه ناس يعيشوا فوق 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 وناس يعيشوا تحت البلط. هذا غلط، لأنه هذا بيعمل فوارق اجتماعية تخلق حقد بين الناس. واحد بيقول لك يعني ما بصير، شو اللي عمله فلان؟ أنا خدمت البلد ولا زلت ومستعد أخدم في هذا المستشفى وفي مستشفى الاتحاد النسائي 36 سنة كاملات. ومع ذلك أنا ما بدي أقول لكم قديش بيطلع لي تقاعد وقديش بيطلع لزملائي وقديش بيطلع للحاج فلان اللي درس 40 سنة، كأنه إحنا أولاد العتيقة أولاد جديدة. بتعرفوا لو إنهم يعملوا ترشيد للمصاريف اللي بتدخل علينا، كان إحنا في عندنا في الموازنة الآن مئات الملايين بل المليارات، وكانت البلديات تاعتنا بتبقى مزدهرة وبتبقى. أما الناس، أي وزير بيسافر حاليا باخذ معاه طاقم من 20 بني آدم، بسكنوا في هوتيلات 5 نجوم، بيسهروا في أحسن المحلات اللي أنتم عارفينها، بيصرفوا مصاريف، بيجيبوا هدايا، بوزعوا على أحبابهم وأصدقائهم، ولذلك بتلاقيهم بيتراكبوا، كل واحد بده يكون وزير. بكرة تتغير الوزارة بتشوف مليون تليفون بتروح للرئيس اللي بده يتعين. الواقع الله يرضى عليه الشاعر التونسي اللي اسمه مازن الشريف اللي قال، واظن ابو الوليد عجبته مقولته، الان بدي اعطيه القصيده كامله بتاعته، اللي قال: خذوا المراكز والمكاتب لكن خلوا لي الوطن. وبنا يعيط. شكرا دكتور شاهد. استاذ زهير دبي. اولا انا بدي اشير لثلاث نقاط من باب تحليل الوضع العام. يعني احنا ماشيين البلد كلها، مش بلديه نابلس، في ازمه وفي طريق يبدو انه طريق يعني في احساس بالانسداد، واعتقد ان ذلك ناتج عن عده عوامل، اذكر منها 3 عوامل. اولا تآكل الثقه والاحترام. خلال ال20 سنه الماضيه صار في تآكل واضح وشديد في الثقه والاحترام بين الناس، من الآباء للأبناء إلى المعلمين إلى المسؤولين إلى المشتغلين بالسياسة إلى الدعاء إلى الله إلى كل الأمور. صار في تراجع وتآكل في الثقة والاحترام. يبدو انه مش يبدو اكيد انه في جهات لها مصلحه لتكريس وتعميق الاحساس بالثقه والاحترام، لانه اذا الناس عموما بصير مش بينهم ثقه واحترام، اذا شو بده يكون العلاقه بينهم. هذا واحد. 2، لما كانت منظمه التحرير الفلسطينيه في عمان وفي بيروت وفي تونس، كنا احنا اللي بمجلس الطلبه وبنقابه العمال وبنقابه المهندسين
وغيرها احنا نعتبر القوى الاهليه. القوى الاهليه التي تعارض وتقارع وتتحدى السلطه المحتله. الاشكال وقعنا باشكال كبير انه لما عادت القياده اعتبرت حالها هي القوى الاهليه، فبالتالي هي كانما الغت تماما وجود القوى الاهليه الا اذا كانت من نوع المصفد والمطبل إلها وقراراتها، سواء ما كانت قراراتها قبيحة أو كانت جميلة ووطيئة. وبالتالي لازم إنه يكون في إدراك لدى القيادة إنه القوى الأهلية ليس بالضرورة أن تكون في حالة عداء ومناكفة مع القوى الرسمية، وإنما العلاقة أصلا الطبيعية والمفيدة جدا والضرورية جدا أن يكون في علاقة تناغم وتكامل بين القوى الرسمية والقوى الأهلية، لأنه هذا اللي بيضمن مستقبل البلد ومستقبل أولادنا وأحفادنا وأجيال القادمة. والنقطة الثالثة والأخيرة، المشكلة إنه إحنا لنا حق أن نتذمر، ولنا حق أن نعارض، ولنا حق أن نواجه وأن نقول لا بصوت قوي مجلجل. لكن المشكلة بندخل فيها التخويف، ندخل فيها التكفير، وبندخل فيها الشتائم، ندخل فيها أمور كثيرة جدا. وإذا بدنا إن نحتاج بننزل بنكسر الإشارات الضوئية، بنحطم السيارات، نعتدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة. جميل جدا أن يدرك كل منا أنه يمكن أن تكون لنا معارضة ودور وطني في جميع المسارات بدون عنف وبدون خروج إساءة للناس وبدون إساءة للأملاك الخاصة والعامة. وشكرا. شكرا. لا أستطيع أن أحط من الكلمات لكم ما يوفيكم حقكم في تلبيتكم دعوة نقابة العاملين، ولكني أقول للعاملين أولا أنتم أساس لقائي، وأقول لبلدية نابلس رئيسا وأعضاء أننا سنبقى الجنود الأوفياء لهذه البلدية ولهذه المدينة. وأقول لمؤسسات نابلس يدا بيد لنصنع من غد كتابا نصيغه معا ليعالج ألمنا جميعا وجرحنا. فأنا أطالب الجميع باسم نقابة العاملين للراغبين في المشاركة معنا في الغرفة التجارية، في ملتقى رجال الأعمال، في الشخصيات الاعتبارية، في كل تجمع، في حماية المستهلك، في نقابة المهندسين، تسجيل اسم الجمعية أو المؤسسة أو الشخصية الاعتبارية على الطاولة أثناء الخروج. ولكن في الختام، للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. لكم جميعا كل الشكر، كل التقدير، الشكر أيضا موصول لمن اعتذر في هذا اليوم. أيضا لابد أن نسمع من العم وليد. أولا ما أعتقدش أنه مناسبة، وشكرا للمشاركة، لأنه هذا واجب علينا كلنا وديننا بلدنا. بس بعتقد هذا اللقاء لازم نخرج عنه مش قضية يعني مجتمعية وعادة إنه والله تفضلوا نطلع بيان ويسقط فلان ويعيش فلان. مش هذا المطلوب. المطلوب خطوات عملية كيف ننمي الرغبة والإرادة والقدرة لدى المواطن على تسديد ما يترتب عليه من التزامات بطريقة حضارية ومقبولة عليه وعلى المؤسسة. ومن جهة أخرى كيف نتوجه إلى السلطة
الحكومة تحديدا والمؤسسات بدفع المستحقات اللي عليها للمؤسسة، وهذا بيتم يعني برأي عام بخروج. ولذلك أنا كنت يعني سمعت من أخونا ضرار أولا إنه هو بده يسمع اقتراحات، وأنا لغاية هلا ما سمعتش اقتراحات. يمكن يكون أنا عندي اقتراحات، بس أنا برأيي أنا يمكن يكون حكم مجروح، لأنه بحكي عن البلدية اللي أنا يعني برأسها، بس المواطن هو صاحب القرار بما فيه الموظف، لأنه هو أول من يعاني. بتمنى قبل ما يعني ضراري ينهي الجلسة إنه الإخوان اللي عنده مقترح بفكر فيه نحطه عشان نشوف قديش قدرتنا على التنفيذ. وإذا سمحتوا لي بعد ما أنتم تقترحوا أنا يمكن يكون عندي اقتراح أو اثنين، معلش أنا يعني كل واحد عنده تفكيره بالدنيا. فبتمنى أخونا ضرار إنه يسمع من الإخوان إذا حدا عنده اقتراح في الشقين، الشق السلطوي والشق المواطني. دقيقة بس نسمع أحمد وأمجد. أنا عندي اقتراح تشكيل غرفة عمليات مؤسسات البلد لحل هذه الأزمة. اقتراح بس. شكرا يا أحمد. أدهم خروبي. السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. بدي أشكر إخواننا في النقابة وبقول بحملكم مسؤولية، عليكم دور كبير إخواننا في النقابة، أنتم رأس الحوض. اقتراح أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من الحاضرين هنا ومن من لديهم غيرة شوي على البلد بشقين. الأول خلينا نزور اللي ما نزار، وأنا كنت حابب أسأل النقابة إنه وين المؤسسات فعلا؟ وين المؤسسات؟ هل دعي الجميع أم اكتفينا بدعوة عامة؟ وإذا كان البعض تعذر خلينا نزور البعض، وأحيانا يا مع المجلس يا بعيد عن المجلس نكون في زيارة للجميع، نشكل لوب في نابلس بداية حتى يكون جهد على أهل البلد والمواطنين، زي ما في الدعايات الانتخابية كانت في البلدية والمجالس والقوائم نزور المناطق. خلينا مرة نزور الدواوين، مرة نزور الغرفة التجارية الهيئة العامة، مرة نزور الملتقى الهيئة العامة، نلتقي مع الكل ويتم طرح الموضوع. جانب آخر زي ما نابلس لما انتقل أحد مدراء العامين من مدينة لمدينة كل شخصيات نابلس 3000 تلفون للوزير، بلزم نفس الشخصيات مشان وضع البلد نسمع صوت. هذا اقتراح واحد. اقتراح أخونا سامح، بقترح إنه يكون في شيء من الجباية تحفيز للناس على الدفع. ما بعرف يعني أثق في قدراتك، ولكن نسمع شيء من الجباية تحفيز الناس على الانتماء والدفع لبلدية نابلس. شكرا. اقترح أن يتم تشكيل وفد ومقابلة الرئيس من المؤسسات ومن أهالي البلد لوضع بصورة ما يحدث في محافظة نابلس. شكرا. صلى على سيدنا محمد. اقتراح بسيط إن شاء الله، وبعتقد أوليد دي تكون علاقاته كثيرة مع وزارة الأوقاف. ليش أئمة المساجد ما تكون خطبة معينة عن هذا الحكي وعن مدينة نابلس وعن الأوضاع اللي بتعيشها مدينة نابلس؟ لأنه المساجد في نابلس ما شاء الله، نابلس لوحدها في حوالي 120 مسجد، لو كل مسجد يجتمع فيه 200-300 شخص هيصير نص البلد، وهذه بنعتمد على الله وعلى الجميع. أستاذ بلال. ربما كان اقتراح الأول يعني نصب على جزئية الاجتماع يعني عقد من أجلها اللي بتتعلق بالإشكالية المالية اللي بتعيشها بلدية نابلس، لكن ما سمعته هناك تفرعات كثيرة وربما تقول بنفس الأهمية من الإشكاليات اللي بتعيشها مدينة نابلس وبتعيشها المجتمع، بالتالي المجتمع بشكل عام كل من فيه الخصوصيات. على هذا الأساس أضيف إلى اقتراحي أن تشكل يعني إطار جامع لمؤسسات البلد، اللي يفترض أن هذه المؤسسات تلامس كافة مناحي واهتمامات الإنسان الفلسطيني في داخل مدينة نابلس، وبالتالي هذا الإطار الجامع من كافة مؤسسات المجتمع المدني إذا جاز التعبير أن يكون يعني
بآليات اجتماعات دائمة بحيث أن يشعر بالمشكلة بأي مشكلة قبل أن تتفاقم، ومن خلال هذا الإطار الجامع لكافة مؤسسات البلد وخاصة التي يتم انتخابها انتخابا من أطرها وشرائحها، بحيث أن تبقى هناك في إمكانية لتطوير مستدام، وأيضا في إمكانية تلافي أي إشكالية قبل أن تتفاقم. وشكرا. أستاذ بلال. زياد عميرة. يسعد مساكم اجمعين. انا حقيقه سريت بكلمه السيد رئيس المجلس البلدي في موضوع انه بده يقصر لمستشفى رفيدي، واعتقد انه الاشكاليه اللي موجوده اليوم في البلد هي موضوع يعني تحسين الجبايه اولا، ايجاد موارد جديده، وبنفس الوقت تحفيز كل اللي عليهم ديون بالتسديد. فبعتقد انه يفترض إعادة موضوع التقسيط في موضوع التراخيص وخلافه. أعتقد في موضوع زيادة الموارد اللي ممكن تجيب دخل للمجلس البلدي أو للبلدية. إحنا حالياً حسب معلوماتي وأتمنى أن الفاروق موجود كمان، في عندنا كمية كبيرة من المي بتنتج من محطة التنقية الغربية وبتروح على السيول. يعني إحنا بندفع أموال على التنقية بعدين نرجع بنكبها بالمجاري كمان مرة. أعتقد إذا بنعمل مناقصة أو مزايدة لموضوع بيعها هي بتجيب جباية للبلد. الشغلة الثالثة اللي هي موضوع يعني التدرج في موضوع التحصيل. يعني موضوع التحصيل حقيقة شيء ضروري، بس إنه نبلش بالفقراء والضعاف كمان هذا ما بيجوز. إذا بالفعل إحنا جادين في موضوع الجباية يفترض إنه نبلش مين اللي عليه الدين الأكبر؟ هل هو شركة؟ هل هو مؤسسة؟ هل هو محجر؟ هل هو متمول كبير ومصنع؟ أعتقد من هون بيكون في شفافية، وبنفس الوقت بيكون في قدرة لإقناع المواطن إنه يسدد اللي عليه. أما إذا في ناس عليهم كميات كبيرة من الديون وما بيسددوها، أعتقد إنه إذا بنطالب الفقراء والضعاف بالتسديد قبل، أعتقد إنه هون حنكون في إشكالية كبيرة. يسعد مساكم. شكرا زياد. بشار الجزائر. البلدية مش تاجر ولا مستثمر. بس القضايا اللي طرحتها يعني أنا لازم أرد عليها. أولاً في محطة التنقية. محطة التنقية هي بالأساس بيئية، لها علاقة بالشجر والمياه الجوفية والأراضي. المي اللي بتخرج من المحطة اليوم احنا مضطرين انها نرجعها على المجرى لأنها ليست صالحة لأي شيء، وإنما تضر ما بتنفع. عشان هيك في مرحلة أخرى للمشروع اللي اسمها إعادة تكريرها حتى تصبح صالحة للزراعة، بس هذا لسه بده وقت، لأنه اليوم إحنا نجحنا ندبر التمويل للمرحلة الثانية، لكن كمان عندنا مشكلة بالشرقية. معلش لازم أحكي بصراحة، إحنا في المواقع التنتين اللي اختار المواقع هم الأرمان أصحاب الخبرة، والبلدية اشترت الأراضي منذ ذلك الحين مسجلة باسم، والتخمين كان في ذلك الحين لأنه القانون إنه في لجنة مشكلة بالقانون هي اللي بتروح بتقول قديش حق الأرض، والبلدية لازم تضرب سلام. صاحب الأرض إذا له اعتراض بيروح على المحكمة عشان يضمن إنه هو يستحق أكثر، وهو المحكمة يعني قرار المحكمة بيسرع البلدية. في المحطة الشرقية نعم نفس الشيء، إحنا يعني دخلنا بمعركة طويلة مع الإسرائيليين في ذلك الحين، بعتقد أخذت سنتين. كانوا بفكروا يعملوا محطة واحدة بالغرب أو بالشرق والضخ من الجهتين، وهي عماد موجود ومشاهد. نجحنا لا فرضنا إرادة نابلس إنه هذا كلام ما بيرجع. المحطة الشرقية نعم برضه استملكنا الأراضي ودفعنا ثمنها. اليوم لما خلصنا المحطة الغربية بدنا نشتغل بالشرقية في ناس عم تمنعنا.
ومع الأسف إجانا كتاب من مجالس محلية بقول نرفض هذه المحطة. بدكم تعملوها ونرفض. مشان نوضح برضه فكرتنا احنا، في نابلس كمدينة ما فيش مشكلة صرف صحي. بس في مشكلة في المخيمات وفي مشكلة في القرى. وهي المي اللي بتنزل عمالها توصل لحد الأغوار بما فيه قد تلوث مياه البادان، الشجر، وبالتالي الخطر بيئي أكثر منه. كان الدكتور رامي راح وقع قصة التمويل في ألمانيا من أول ما استلم. اليوم شو الحل؟ إذا الألمان اليوم عم بيحكوا إنه يا عمي إذا بدكوش إياه خلينا ناخذه لدولة ثانية مش لمدينة ثانية. بالتالي يعني هذا أيضا جزء من مشكلة مجتمعية لازم تنحل. أنا حكيت مع الإخوان هناك إنه يا عمي شوفوا لنا طريق جالس المحلية، شو بدكم؟ هلا إذا المطلوب زيادة مصاري، والله إحنا يعني القانون بيحكم إنه أنا استملكت بذلك الحين، أنت بدكاش تاخذ، أيوه بدك تيجي بدك تاخذ نفس المبلغ، هيدي النظام. السلطة جعبالها تدفع فريق تدفع، بس البلدية أنا المجلس البلدي نابلس ليس صاحب قرار في هذا الموضوع لأنه غير قانوني. بيقدرش يدفع بدل العشرة 12 مثل ما بيقدرش يعملهم 9. فأخوي زياد يعني الموضوع ببساطة في محطة التنقية هيك. وبعدين احنا كمان عندنا ممكن، بس لما اليوم فكرنا بمشروع صغير بكلف 3 ملايين، منين نجيب ال3 ملايين؟ فيعني القضية مترابطة مع بعض، ولذلك يعني بفهم انه هذا نوع من الحرص يعني على المدينة ولا هذا، لكن كمان أنا مطلوب مني إنه أشرح لك وقائع عشان يكون الاقتراح يعني يتناسب مواقع الحال، لأنه ما نقدرش نعمل المستحيل. وأنا متأسف إني أدخل على الخط، بس كان لازم أوضح النقطة. طبعا أيضا يعني الإعلان عن تأسيس لجنة أصدقاء البلدية، هذا أحد المقترحات. بشار المسري حابب تحكي؟ مسيكم بالخير جميعا. أنا بحكي بالنسبة لموضوع التجار الموجودة في المدينة، وتجار كم هائل كلهم عندهم عمال وإحنا عندنا عمال. لو كل تاجر سأل عماله شو في عليه دين للبلدية وهو يرجع للبلدية يلتزم التاجر مع البلدية ويخصم من معاش العامل تبعه، هذه بتكون يد مساعدة يعني مع البلدية. والتجار اللي موجودين كمان في بعض من الإخوان لازم نعمل لجنة في البلدية يجوا تجار البلدية يعملوا، مش بس البلدية كلها على البلدية على البلدية. التاجر اللي كبير يبقى راكب بورش ولا شبح ولا مرسيدس ولا جيب يبقى عليه البلدية 100,000 شيكل، لما بروح بيشتري سيارة ب 100,000 ولا ب 200,000 دينار يسد البلدية مشان يعملوا له شوارع تمشي السيارة هذه عليها. لازم يكون من التجار ونفسهم بين بعضهم، والتاجر اللي ما بيرضى يدفع ينحط اسمه يتعلق في البلدية بالليست، يعملوا بلاك ليست للتجار هذول، للناس اللي غير مقتدرين. نبدا في الكبار اللي عليهم الدين الكبير وبنزلوا هذا اقتراح مني، يعني ما بعرفش كيف الاخوان رايهم. قديش عليها مصاري؟ شيء قديش؟ قديش؟ يعني حوالي 600,000 دينار. كلام بنحكى فيه. الصناعات اللي موجودة في شرق المدينة وغرب المدينة عليها 2,000,000 شيكل. كمان هذا نداء للمؤسسات اللي تمثل هاي الشرائح انه يا اخوان انتبهوا للهيئة العامة اللي انتم مسؤولين عنها، التزامهم تجاه المؤسسة. أي مقترح آخر؟ هذه سلسلة من المقترحات وردت. أي مقترح؟ أنا عندي مقترحات، بس أرجو إنه يكون الحرص على نابلس أهم من أي شيء. أولاً إنه البلدية يكون عندها حق إنه ما تعطيش أي خدمة من أي نوع لإنسان يرفض تسوية ديونه، تسوية مش دفع. وخلال 3 أشهر اللي ما بيدفعش نعلن اسمه على صفحة البلدية، بدناش نحط على الدوار، على صفحة البلدية. وأظن كلنا نواب لسه بنعرف شو بقول هذا الكلام.
اثنين ثلاثة، أنا برأيي بالنسبة لموضوع المي يا إخوان شحيحة، وأنا نسيت بس أقول لأخوي زياد إنه هاي المحطة لما بتصير تطلع مية صالحة للزراعة، شوف قديش بدها توفر مية شرب. أظن قالوا لي 10,000 متر مكعب باليوم. فكمان إنه يصير من مش يعني إحنا أخلاقياً القانون بعطينا حق إنه اللي بدوش يدفع ويسوي موضوع المي، ليش نعطيه مي؟ يجي يسوي. هلا بدفع 50 شيكل بالشهر. أقول لكم قصة مشان بس نشوف بعض. إجاني أحد الأشخاص عليه 49,000 شيكل مي. أقسم بالله العظيم. قال لي بدي أعطيك 200 شيكل كل شهر 50 شيكل. شو تقول له هذا؟ يعني بالسنة 600 شيكل. شوف أنت كم سنين. أظن كثير من اللي قاعدين ما يكونش موجودين. يعني لما أنا بدي أحكي مع هيك بني آدم، هيك مواطن بيطلع هيك طريق، شو لازم أجاوب؟ إيش بيطلع يعني بيخرج عن كل شيء. فكمان لازم يكون في لنا حقوق، على الأقل إني أخفف حجم المي اللي بتروح عليه. بدل ما أترك له الباب مفتوح، أعمل العداد يعطيه لزومه ونشره للطبيخ مش للاستعمالات الأخرى. في قضايا إحنا الإخوان هون ما بيعرفون، بس تقدرش تتصور مثلا حجم الأشخاص اللي عنده اشتراك باسمه وبعطي 4-5 من إخوته، أو ببيع لجيرانه، أو بعطي البناية، بينما هذا بتحول إذا بدنا نشتغل معاه صار بتحول على المحكمة بتهمة سرقة، لأنه عم باخذ بتصرف فيه. مع ذلك بنقول له تعال جيب إخوانك ال 20,000 ال 50,000 ونقسمهم بينكم وكل واحد بيتحمل حصته. في منهم بيمشي وفي منهم بيرضاش يجي وفي منهم بيقول لك بديش أنا سجلهم علي بس بدك تاخذ 50 شيكل. هاي قضايا يعني نتعامل معها بموضوعية. إذا بنحكي عن أزمة بلد مش أزمة بلدية. ايش رايك يا أمجد؟ سامح بقول؟ إذا بنحكي عن أزمة بلد مش بلدية بدنا يعني نلاقي حلول وحلول جدية. اللي انحكى كله محترم، الكلام اللي انحكى كله محترم ومؤسساتي. السؤال هذه الحلول هل يمكن إنه تستنى البلدية حتى نعمل هاي الحلول؟ أنا مش شايف. وبدي أحط بالاعتبار وأرجو إنه يعني كمان هذا تهتموا فيه، إنه الوضع السياسي مش سهل، والوضع السياسي اللي بتمارسه إسرائيل اليوم في تصاعد، ما بتعرفوش لوين ممكن يوصلوا، فبدكم توايموا بين القضايا مختلفة. ما تنسوش إنه في واحد عنده مشروع يناقض مشروعك أنت، بالتالي ما عندوش محرمات لا مجتمعية ولا سياسية ولا مادية. شكرا. آلاء بدها تحط الاقتراح. تفضلي يا آلاء. بما اني واحدة من سكان مدينة نابلس فعندي اقتراح انه يعملوا مثلا خصوم 10% خلال شهرين ليشجعوا الناس يدفعوا خلال هذول الشهرين، يعطوا اعفاء شهر او شهرين عشان الناس تتشجع تدفع دائما. شكرا يا ليدا. اظن هذا يعني طبعا مقترحات تستحق الشكر والثناء. بس صار احنا هذا الموضوع جربناه 10 مرات ودائما بتنفذ خلال فترة السماح وبترجع كعادتها السابقة. نعم. السؤال اللي مترافق معه ال 10% شو بتأثر على البلدية سلبا؟ الآن نحن في نقابة العاملين أعددنا برنامج. هذا البرنامج قد جهز وأعد باسم كافة العاملين في بلدية نابلس. سنبدأ بأولى هذه الخطوات منذ صباح الغد. مغطى يعني نحن تحت تغطية من مؤسسات نابلس. سنطلع جميع المؤسسات
على أولى هذه الخطوات، لأننا اليوم في 17 أو في 16 من الشهر، وهذا يعني أننا يجب أن نسير بخطوات سريعة لأجل أن نتقدم بمطالبنا للحكومة الفلسطينية. المقترحات جميعها سيتم صياغتها، سنخرج بمخرجات نأمل أن تكون طيبة. ستلتقي كل المؤسسات بلقاء آخر وقريب جدا حتى نستثمر هذا اللقاء، لأننا جميعا أقسمنا أننا لا نعشق بعد فلسطين إلا نابلس. شكرا لكم حضوركم، شكرا مرة أخرى لكل من أبدى الرأي، لكل من شارك، لكل من حضر، وأيضا شكرا لمجلس البلدي على رعاية هذا الوقت. السلام عليكم ورحمة الله.